فيلم بيبدأ بعصابة مجرمين بيقتحموا طيارة لسه هابطة في مطار ياباني. الدنيا كلها قايمة وواقف فريق من البوليس بره مستعد للهجوم عليهم، ده غير ان كبار المسؤولين كانوا بيتابعوا كل اللي بيحصل. طبعا كل الركاب كانوا مرعوبين ما عدا كوميكو اللي كانت نايمة وصحيت على الصوت العالي، لكن الراجل اللي جنبها فضل يقول لها تهدى وما تعملش صوت، لكن هي عملت العكس تماما ولفتت نظر الخاطفين. بنشوف انها قدرت توقف عصابة مجرمين واستخدمت الفنون القتالية وقامت خلصت على المجرمين واحد واحد وخدت سلاحهم وانقذت كل اللي في الطيارة. لما الطيارة نزلت البوليس كان مصدوم من المنظر، لان المجرمين وهم نازلين من الطيارة كانوا كمان بيعتذروا منها. وبنعرف ان كوميكو مدرسة رياضيات في مدرسة اسمها ادو هاي سكول. المشهد البطولي ده بينتشر بسرعة على التلفزيون، وبقت كوميكو مشهورة قوي في المدينة والكل بيشاور عليها وبيهتف باسمها والتلفزيون بيتكلم عنها، وبقت بطلة قومية. لما رجعت البيت استقبلتها عيلتها استقبال الملوك واحتفلوا بيها. وبنعرف انها مش من عيلة يابانية عادية، دي من عصابات الياكوزا المحترمين واللي بيعرضوا عليها انها تبقى زعيمة العيلة، بس هي بكل ادب رفضت. كوميكو اتربت على ايد جدها ريرو كوروتا الثالث، لان اهلها ماتوا وهي صغيره وبقت الوريثه الرابعه بعد جدها. ودلوقتي كوميكو بقالها 7 سنين بتشتغل مدرسه رياضيات في مدرسه ادو الثانويه، لكنها مخبيه موضوع عيلتها ده عن الطلبه وعن زمايلها. الطلبه بيكونوا صعبين قوي بس هي ما زالت متماسكه. وبنشوف في اوضه المدرسين زمايلها بيتكلموا عن بطولتها في الطياره، وفجاه دخل مدير المدرسه تسال جورو وخد كوميكو على جنب وحذرها وقال لها بعيدي عن الشو وخليكي في شغلك علشان ما حدش يعرف حقيقتك. فاعتذرت له كوميكو ووعدته انها مش هتعمل كده تاني. في الوقت ده بيجي مدرس تحت التدريب اسمه اودا جيري. المفاجاه انه كان واحد من طلبه كوميكو القدام في مدرسه كارين هاي سكول. افتكرته على طول لانه كان مشاغب وبتاع خناقات، وبتفرح كوميكو قوي لان طلبتها بقوا ناجحين في حياتهم، لكنها بتنزعج لما بيعرفها انه جاي يجرب بس ومش متاكد اذا كان عايز يبقى مدرس ولا لا. بعد كده كوميكو خدته علشان تعرفوا على فصل D3، ودول أسوأ طلبة في المدرسة كلها، بيزوغوا وبيقلوا أدبهم ومحدش قادر يتحكم فيهم. وهم رايحين الفصل اودا جيري لاحظ ان كوميكو بتحفز نفسها قبل ما تدخل كأنها داخلة حرب، وفعلا أول ما دخلوا لقوا الدنيا مولعة والطلبة مش مهتمين حتى انها دخلت ولا بيحترموها خالص. بس لما زعقت شوية بدأوا يركزوا، فقالت لهم يجوا الملعب علشان تعرفهم على اودا جيري، لكن للأسف مفيش ولا واحد جه. في الوقت ده 5 من تلاميذها القدام قائدهم اسمه ريتا كانوا واقفين على سطح المدرسة بيراقبوها هي واودا جيري، ومش فاهمين ازاي اودا جيري اللي كان مشاغب جدا بقى عايز يشتغل مدرس. وبعدين شافوا كوميكو واودا جيري مع بعض تاني فبدأوا يشكوا ان في حاجة ما بينهم، فراحوا يقولوا لاصحابهم في المطعم. والمفاجأة ان كوميكو واودا جيري راحوا نفس المطعم، ففضلوا يهزروا معاها ويقولوا لها ان مستحيل واحدة زيها تقدر تلفت انتباه واحد وسيم زيه، وهي كانت هتفرمهم لانها حست بالاحباط. بس اودا جيري هداها وقعدوا كلهم ياكلوا ويضحكوا سوا ويحكوا لبعض عن حياتهم بعد التخرج. افتكروا رهان قديم لما قالوا ان كوميكو مش هتقدر تتحمل التدريس وهتستقيل بسرعة، وازاي هي كسبت التحدي ده وكمان قدرت تستمر في نفس المدرسة. فتأثرت كوميكو جدا وبدأت تعيط فاعتذروا لها. بعد كده بنشوف ريتا واصحابه كانوا بيتعرضوا لتهديد من عصابة موتوسيكلات اسمها الجمجمة السوداء، فقام ريتا وقرر يوقفهم وقامت خناقة جامدة، لكن في الاخر ريتا هزمهم والعصابة مشيت. وفي اخر اليوم كوميكو عزمت اودا جيري في بيتها وقدمته لعيلتها، وقالت انها دايما كانت بتحلم انها تعزم طلابها على مشروب، لكن كوميكو نامت منهم. واودا جيري فضل قاعد مع جدها وفضلوا يتكلموا عن كوميكو، وقال انها ساعات بتبقى مزعجة بس هو اتعلم منها كتير، وانها شجعته والهمته انه يجتهد ويبقى مدرس زيها. في اليوم اللي بعده كوميكو قابلت 2 من تلاميذها القدام واللي كانوا من الطلبة المشاغبين قوي، تاكادا وهوجا كوسيك. اتفاجئت انهم غيروا حياتهم وبقوا ناجحين، وساعتها سمعت مؤتمر انتخابي لراجل مشهور في التكنولوجيا اسمه كانتارو، وكوميكو انبهرت بشخصية كانتارو لانه شبه حبيبها القديم، ومن غير تفكير جريت على المسرح وقفت تشجعه وتعلن دعمها ليه، بس حماسها زاد حبتين. فتاكادا وكوسيك سحبوها من وسط الناس. بنروح المدرسة وبنشوف ان عصابة الجمجمة السوداء وصلت وكانوا جايين ينتقموا من الطلبة اللي ضربوا واحد من رجالتهم امبارح. طبعا وجودهم لفت انتباه الكل، والطلبة بدأوا يطلعوا من الفصول يتفرجوا، والمدرسين نفسهم كانوا مرعوبين منهم.
فمدير المدرسة جورو اضطر يطلب البوليس. فلما العصابة لقت البوليس جاي قرروا ينسحبوا مؤقتا، لكنهم وعدوا انهم هيرجعوا تاني وينتقموا. بعدها المدير جورو استدعى ريت واصحابه لمكتبه وبدأ يزعق لهم ويقول لهم انتوا ليه اتدخلتوا مع عصابة موتوسيكلات؟ فواحد منهم قال له انهم كانوا بيدافعوا عن زمايلهم لان العصابة كانت بتتنمر عليهم وعايزين ياخدوا منهم فلوس بالعافية. بس جورو كان قافل ومش مصدق، وساعتها كوميكو دخلت وقالت لجورو ان طلبتها بيقولوا الحقيقة وانها تقدر تعرف اذا كانوا بيكذبوا ولا لا، وانهم كانوا فعلا بيدافعوا عن زمايلهم. فعدى المدير الموضوع، لكن حذر كوميكو وقال لها ان لو الطلبة بتوعك عملوا مشاكل تاني لازم تستقيلي. لكن كوميكو ما همهاش وقالت انها مش هتسيب اولادها ولا هتسكت حتى لو خسرت شغلها. فالطلبة لما شافوا انها وقفت معاهم وانها فعلا بتحبهم اتأثروا جدا. وفي الفصل ريتا كان سرحان مش قادر ينسى تحذير جورو لكوميكو، وحس انه كده بيعرضها للخطر، وقرر يعمل حاجة مجنونة وهي انه يروح لوحده لعصابة الجمجمة السوداء عشان يحل المشكلة بنفسه. لما كوميكو دخلت الفصل مع اوداجيري لقت ريتا مش موجود، والطلبة قالوا لها اللي حصل، فزعقت لهم جامد وقالت ازاي تسيبوا صاحبكم يروح لوحده وما حاولتوش تمنعوه، وطلعت تجري تدور عليه. وكمان اوداجيري قال للطلبة انهم لو فعلا اصحاب ريتا لازم يكونوا جنبه ويساعدوه. بنشوف ان ريتا وصل لوكر العصابة وواجههم وبيتحدى زعيمهم في قتال 1 ضد 1، لكنه رفض وخلى العصابة هجمت عليه وضربوه جامد. وفجأة دخلت كوميكو عليهم وهي بتكسر اي حاجة في وشها، وعملت حفرة ضخمة في الحيطة وظهرت منها وقالت لهم يسيبوا تلميذها حالا. بدأت تضربهم بحركات الكاراتيه يمين وشمال وفضلت تطير فيهم قدامها. وساعتها اوداجيري كان جه ودخل معاها المعركة وساعدها وفضل يضرب معاها العصابة كانت مرعوبة منهم وقرروا ينسحبوا. وبعد شوية وصل اصحاب ريتا شكروا كوميكو على مساعدتها، لكن ريتا كان في قمة الحيرة وسألها ازاي مدرسة عادية تقدر تقاتل بالشكل ده، فقالت له انها قدرت تقاتل بالشكل ده لانه طلابها مهمين عندها. تاني يوم وهي ماشية في ساحة المدرسة طالب من دي 3 قال لها صباح الخير بطريقة حلوة، وبدأ الطلبة يعاملوها باحترام، ودي حاجة هي مش متعودة عليها، علشان كده فرحت واتفائلت قوي وبدأت تتخيل ان الفصل كله بقى مؤدب وزي الملايكة. وساعتها ريتا فوقها من احلام اليقظة وقال لها تتأخري على الاجتماع، فجريت مفزوعة على أوضة المدرسين. وأول ما بدأ الاجتماع دخلوا 2 ضباط بوليس قالوا خبر سيء جدا، وهو ان كازا مع ران، وده طالب سابق في المدرسة متورط في شغل المخدرات. المدرسين ما كانوش مصدقين في الاول، لكن الضباط اكدوا انهم للاسف لقوا المحفظه بتاعته في المكان اللي معروف انه مخزن للمخدرات اثناء المداهمه. كوميكو زعلت قوي لانها كانت المدرسه بتاعته، ورغم ان الخبر صادم بس حست ان في حاجه مش مظبوطه وان اكيد في سبب تاني. قررت تدور ورا الحقيقه بنفسها وتلاقيه قبل الشرطه. نزلت المدينه تدور على ران وسالت في كل مكان لحد ما قابلت مجموعه طلبه من طلابها القدام اللي كانوا اصحابه واللي قرروا ينضموا ليها ويساعدوها لحد ما تلاقيه. وزعوا نفسهم على الاماكن اللي ممكن يكون ران فيها. وفي الوقت ده بنشوف ان اوداجيري وهو راجع بيته سمع صوت غريب في فصل دي 3، فدخل علشان يعرف فيه ايه. ساعتها لقى ران نايم جوه، فصحاه وقال له تعالى قابل كوميكو لانها بتدور عليك وقلب الدنيا. فعلا كوميكو واصحاب ران جم الفصل، ولما شافته كانت هتعيط من الفرحه، بس ران كان زعلان وقال لها ما كنتش عايز اكون عبء عليكي وحسيت اني خذلتك. فحضنته كوميكو وقالت له انت مش لوحدك، احنا كلنا هنا علشانك. فران فتح قلبه وبدأ يتكلم وقال انه اتضحك عليه، واحد عرض عليه شغل بفلوس كتير في توصيل طرود، بس ما كانش عارف الحاجات اللي بيوصلها دي ايه بالظبط، فقال لنفسه دي فرصة كويسة علشان يساعد اخته الصغيرة. وبالصدفة البضاعة وقعت منه، ولما بص فيها لقى انها مخدرات، فاتخض وقرر انه يسيب الشغل. فالراجل هدده وضربه وقال له انه لازم يفضل شغال معاهم، لكن ران عرف يهرب لما وصل البوليس، لكن للاسف ساب المحفظه بتاعته وراه. فقالت له كوميكو انه كان لازم ياخد باله ويبعد عن الناس دي. قررت انها تحمي ران واصحابه وقالت لهم تعالوا اقعدوا عندي في البيت مؤقتا وما تخافوش من حاجه من غير ما تعرفوا منها من عيله الياكوزا. وطلبت من رجالتها انهم يحققوا في موضوع تاجر المخدرات ده، وفعلا قدروا يكتشفوا ان اللي ورا الشغل ده هو السياسي اللي كانت معجبه بيه اللي اسمه كنتارو، وهو اللي ورا توريط ران في تجاره المخدرات. فاتضايقت كوميكو جدا وقالت لازم اروح له بنفسي. وداجيري سمع الكلام وصمم يروح معاها. بدأوا يجهزوا خطة علشان يروحوا مكتب كنتارو ويدوروا على أي دليل، خصوصا إن عنده خطاب انتخابي هناك تاني يوم. وتاني يوم كوميكو عرفت إن ران ناوي يروح لكنتارو لوحده، فقلقت قوي. اتصلت بيامادو اللي كان مع ران وقالت له خلي بالك، بس هو مهتمش وكمل مراقبته لكنتارو من بعيد. وكوميكو قررت تروح وراهم، وقبل ما تتحرك اوداجيري ظهر فجأة على موتوسيكل وقال لها اركبي. ولما وصلوا مبنى كنتارو المكان كان زحمة جدا، كانوا بيعملوا تحضيرات للبث المباشر لأن الخطاب هيتذاع على الهوا.
فكوميكو وأودا جيري لبسوا لبس مؤيدين ودخلوا وسط الناس يدوروا على ران ويامادو. ساعتها قابلت اتسوشيا هيكارو، وده كان واحد من تلاميذها القدام وطلع بيشتغل مساعد مصور، فسلمت عليه ورجعوا يدوروا على ران ويامادو. وساعتها الكاميرات صورتهم وطلعتهم على الهواء. وفي المدرسة زمايلهم اتفاجئوا وهم بيتفرجوا عليهم في التلفزيون. بعد كده كوميكو وأودا جيري لقوا المخزن اللي فيه المخدرات، ولقوا ران واصحابه بيفتحوا صناديق جواها تماثيل، والتماثيل دي جواها المخدرات. وفجأة رجالة كانتارو دخلوا ووجهوا السلاح عليهم، بس كوميكو طلعت من وراهم زي النينجا ونزلت فيهم ضرب، واستخدمت كل الفنون القتالية اللي هي بارعة فيها، وأنقذت ران والباقيين. وفي الوقت ده كان خطاب كانتارو شغال على التلفزيون وبيوعد الناس انه هيطور المدينة لو تم انتخابه، لكن كوميكو قالت لازم افضحه واكشفه قدام كل الناس. سابت أودا جيري يحرس ران وراحت المسرح واقتحمت المسرح قدام الكل، وكانتارو بيقول خطابه وخطفت المايك منه. الناس كلها اتصدمت وطلعوا الموبايلات يصوروا اللي بيحصل، وساعتها كوميكو فضحته قدام الكل وقالت ان ده الراجل اللي ورا تجارة المخدرات. وعلى الشاشة الكبيرة طلابها عرضوا تسجيلات وصور للمخزن والمخدرات، والناس اترعبت وبدأت تجري والدنيا اتقلبت. وكانتارو اتجنن وقال لحراسه يمسكوا كوميكو اللي كانت لوحدها، لكن أودا جيري دخل يساعدها واتضرب عشان يحميها. تلاميذها القدام كمان جم يساعدوها، بس هي قالت لهم بلاش، خليكوا بعيد وانا هخلص كل حاجة. وبكل قوتها بدأت تضرب رجالة كانتارو واحد ورا التاني لحد ما فضل هو لوحده وكان مرعوب منها، فلف وبصلها ووجه سلاحه في وشها. اما بره المبنى فريتا كان بيجري علشان يساعد كانتارو، اما كوبيكو فحاولت تقنع كانتارو يسيب الاجرام ويستسلم، وقالت له انه ممكن يبدأ حياته من جديد. وبعد حوار طويل كلامها لمس قلبه ودخل في لحظة صمت، والتلاميذ اللي كانوا واقفين وراها اتأثروا هم كمان بكلامها. وساعتها الشرطة اقتحمت المكان بالسلاح، لكن كوميكو صرخت وطلبت منهم محدش يضرب نار لانه قرر يسلم نفسه. وفي النهاية الشرطة اتمكنت انها تقبض عليه من غير دم، وهو ماشي متكلبش بص للتلاميذ وقال انتوا محظوظين عندكم مدرسة زي دي. ونزلت دموع كوميكو وشكرت تلاميذها من قلبها لانهم وقفوا جنبها. وبعد كده بنشوف كوميكو وهي رايحة المدرسة بتقابل مجموعة من طلبتها القدام، لقيتهم ناجحين وبقوا حاجة كبيرة. لما وصلت أوضة المدرسين راحت لجورو مدير المدرسة وانحنت قدامه واعتذرت له على اللي حصل، بس هو فاجئها وقال لها أنا فخور بيكي لأن اللي عملتيه خلى مدرسة أعدو مشهورة ومحترمة وخلى ناس كتير عايزة تسجل فيها. بعد الحصص كوميكو خدت طلب الدي 3 على ملعب المدرسة وقالت لهم يلا نلعب كيك ذا كان، ودي لعبة بيفضلوا يشوتوا فيها كنز. في الأول محدش كان متحمس، كلهم عاملين مش فاضيين، بس لما ريتا وافق يلعب الباقيين كلهم قالوا يلا بينا وطلعوا يلعبوا سوا. واللحظة دي كانت سحرية وكأنها لحظة تحول، لأن الولاد دول ما كانوش بيعملوا حاجة في حياتهم غير إنهم بيزوغوا ويتخانقوا طول الوقت. دلوقتي بقى عندهم روح الفريق وعمالين كله حب وسعادة. اللعبة البسيطة دي ما كانتش مجرد لعبة، دي كانت بداية جديدة ليهم كلهم، مليانة صداقة وذكريات مش هتتنسي أبدا.